ولسه بنتكلم عن اضرار الحر بما ان الموجه الحاره لسه شغاله. معلومه مهمه جدا، درجات الحراره بتزيد في المناطق المشمسه عن المناطق الضله بمعدل 10 ل 15 درجه، وده ممكن يسبب حاجه اسمها الاجهاد الحراري. تعالوا بقى نقول كلمتين علم عن موضوع الاجهاد الحراري. واكتر ناس بتتاثر هي الناس اللي بتتعرض للشمس المباشره عشان طبيعه عملهم، على سبيل المثال اصحاب المهن اليدويه والفلاحين والجنود والرياضيين وغيره. الاجهاد الحراري بيحصل بعد ما الجسم يعجز انه يتخلص من حرارته الزايده، او بمعنى اصح بعد ما يحصل اجهاد الدوره الدمويه والقلب والكلى في محاوله تبريد الجسم. وبالتالي كبار السن او الناس اللي عندها مشاكل في القلب او في الكلى تتعب جدا في الجو ده غير طبعا هبوط ضغط الدم اللي بيحصل في الحر تحديدا اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. واخيرا دايما نحاول نتجنب اشعه الشمس المباشره في الجو الحر ده. اما الناس المعرضه للشمس عشان طبيعه عملها فلازم دايما تاخد بريك وتقعد في الظل شويه. ما تنساش احنا قلنا في اول الفيديو ان درجه الحراره في الظل بتقل حوالي 10 درجات. حاول تساعد في تبريد جسمك بانك تشرب كميه ميه كويسه مش اقل من 2 لتر يوميا، وتبرد جسمك او تبرد وشك على قد ما تقدر بالميه او باي فوطه مبلله. ولو قابلتوا حد بقى من اللي بيحبوا الصيف مش هوصيكوا عليه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.